السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي. إن لله وإنا إليه راجعون. نارين غوران، الفتاة التركية التي هزت قلوب الملايين، وسبحان الله كيفاش عنقت الأبدلة بحال إلا كانت كتودعو. كانت حاسه مسكينه بلي غتوفى بديك الطريقه البشعه اللي بزاف ديال الناس كيسولوا في واحد الفيديو شنو وقع ليها. هانتوما خليكم مع الفيديو حتى الاخير وغتسمعوا القصه ديالها مسكينه شنو وقع ليها. كانت هاد الفتاة هذه غاديه لدار القرآن، يعني كتحفظ حفظ القرآن، وكانت شافت الام ديالها مع العم ديالها في واحد الوضع غير لائق، وشافتهم وقالت لهم ملي غنرجع من المدرسه ديال دار القرآن غادي نقولها لبابا. يعني ومن ديك المشيه مبقاش رجعت مسكينه للدار. يعني العم ديالها، لانه هذا هو المشتبه فيه الرئيسي، هو الاخ ديالها. العم ديالها خصوصا لانه قالوا بلي لقاو شي بصمات في السياره ديالو. من تما ما بقاش رجعات من بعد فاش يعني 19 يوم وكلشي كيقلب السلطات، يعني كلشي كيقلب عليها حتى لقاوها في بحيره في واحد الكيس مسدود عليها، وكانت مسكينه مضروبه في رجليها في يديها في كلشي. وش نقول لكم، موتة فعلا بشعة. يعني فنانين يعني حتى هما بكاو عليها. يعني كلشي الناس يعني بكاو عليها، لا مغاربه حتى هما اللي فاش سمعوا القصه ديالها يعني بقات فيهم. نارين مسكينه عندها 8 سنين عفوا. الاسم ديالها نارين. 8 سنوات مسكينه ما دارت لا بيديها ولا برجلها باش تموت بديك الطريقه، و19 يوم وهي مختفيه. والام ديالها كما شفتها كتبكي، ولكن الام ديالها عارفه القصه شنو وقع لها وعلاش البنت ما رجعاتش، لانه العم ديالها هو اللي قتلها. حسبي الله ونعم الوكيل. نارين غادي تكون طير من طيور الجنه، ولكن داك يعني الاخ ديالها، علاش في الاول قلت الاخ ديالها تا هو متهم، لانه لقاوه معضوض من يديه. يعني علاش وبزاف ديال المتهمين قالوا اللي متهمين في هذه القضيه هذه. الله يرحمها ويصبر عائلتها ويصبر الاب ديالها خصوصا لانه مسكين كما شفتوه. واحد الاب اللي حنون، وش نقول لكم، لا حول ولا قوه الا بالله. والاخ ديالها مسكين غير حماق عليها لانه قد